مساء الخير. مساء الخير. وحشتوني كتير، بقالنا كتير ما طلعناش نتكلم من ايام الشهر الفضيل، شهر المونديال. عاد الله علينا بالمتعه والاثاره والتشويق. انتهى المونديال والواحد ما كانش نفسه يتكلم في الكوره من ساعتها، لان احنا اكتشفنا ان احنا ما كناش بنلعب كوره، ما كانش عندنا حاجه بنقدمها وحاجات غريبه بنشوفها و بعد انتهاء الشهر الفضيل شهر المونديال خدت فتره راحه كده من ان انا اطلع لايف وان انا اعمل تحليل، واكتفيت بشهر المونديال الفضيل والجرعه اللي الواحد خدها بعد المونديال وفوز الارجنتين وميسي والحاجات الكتير اللي حصلت دي. بس الحقيقه النهارده وانا بتفرج على مباراه من اسوأ مباريات الدوري اللي ممكن تتفرج عليها، واسوأ مباريات كوره ممكن تتفرج عليها، مباراه المصري البورسعيدي والاهلي النهارده. الحقيقه ما اعرفش هو مين اللي ظالم ولا مظلوم، يعني مش هينفع طبعا اقارن ما بيننا وما بين اللي بيحصل في المونديال والناس اللي احنا شفناه بره واللي احنا بنشوفه وبنتعلمه كل يوم. لكن خلينا نتكلم على المستوى المحلي بتاعنا سريعا كده. النهارده الاهلي بيضيع فرصه انه يقتل الدوري اكلينيكيا وينهي على الزمالك تماما، بل يصدر له مشاكل ويضغط عليه. لعيبه الاهلي، الزمالك بيتعادل امبارح مع الاتحاد، بيديك الادفانتج او الفرصه ان انت تتصدر ب7 نقط. بتيجي قدام فرقه زي النادي المصري بتضيع اجوان والجول فاضي، انت بتضيع الجول والجول فاضي، سواء بقى من حسين الشحات ولا قفشه ولا النجم الشريف المخيف العفيف الحريف محمد الشريف، ولا من شادي حسين ولا من السوليه ولا من اي حد يعني، ولا حتى برونو سافيو، ما ولا برازيلي نافع ولا مصري شافع واي حاجه في اي حته. تمام. بتيجي في اهم الماتشات اللي انت عايز تثبت فيها او تاخد فيها البونت وتتصدر، بتلاقي اللعيبه بتعمل حاجات غريبه في الملعب، حاجات مش مفهومه، وبالتالي بيضيع على الاهلي فوز، بيضيع عليه تصدر الدوري ب7 نقط، بيظل الاهلي متصدر ب5 نقط، وماتشه الجاي مع الزمالك مباراه القمه. كنت شايف ان انت لو كسبت النهارده وخدت ال3 بونت وبقيت 7، دخلت ماتش الزمالك الجاي وانت حاطط رجل على رجل ومصدر له ضغط نفسي وضغط رهيب عليه كمان انه يحاول يلحقك. ولو ربنا كرمك في ماتش القمه وكسبت، فانت بقيت فارق 10 نقط عن الغريم التقليدي بتاعك بطل الدوري في اخر موسمين نادي الزمالك، وبكده هتكون تقريبا بنسبه 65% فنشت الدوري، لان خلاص انت بتفنش الدور الاول. لكن ازاي؟ تيجي ازاي؟ ما ينفعش. لعيبه الاهلي ما تنفعش، العك ما زال مستمرا من بقالنا 3 4 سنين. مش بس خساره الدوري سنتين، من السنه اللي قبل خساره الدوري انت عندك مشكله كبيره جدا في ملعب الاهلي. التركيبه فيها حاجه غلط، الفراوده فيها حاجه غلط، الاجنحه فيها مشاكل، طريقه لعبك هي واحده، دايما الكوره بتتلعب في السنتي قريب قوي، ما بتفتحش ملعبك، ما بتتحركش. هتقولي الارض كانت مبلوله ولا الارض كان في مطره ولا ما عليك وعلى اللي قدامك، على فكره ده المصري كان ممكن يخطفك. تمام. هتقولي يا عم التحكيم، هقول لك انا معاك ان التحكيم النهارده سيء جدا ومستوى ما شفناهوش في اي حته يعني ولا في بلاد العجايب، ولكن قبل ما الوم التحكيم الوم نفسي. قبل ما الوم التحكيم الوم نفسي. انت بتعمل كل حاجه غلط في الكوره، بتعمل كل حاجه، انت مش عارف. انت على فكره سهلت الماتش على حسام حسن والنادي المصري ان هم ياخدوا اللي هو عايزه. لعيبه المصري بتضيع وقت حقها عادي، القانون بيديها ده. هو بيضيع وقت بطريقه مشروعه او غير مشروعه، الحكم المفروض يديك الوقت البدل الضايع، الحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، منهم 3 دقايق في وقوع محمود جاد ومش عارف مين اللي اتصاب ومين اللي حصل له ايه. وبالتالي انا مش عايز اتكلم على التحكيم كمنظومه، لان احنا ما عندناش حكام. احنا لا تجيب بقى كلاتنبرج ولا تجيب اي حد تاني مش هيعمل لك حاجه، لان العجينه اللي انت بتعجن بيها عجينه بايظه مفروله، فعمرها ما هتطلع معاك رغيف عدل، هتطلع حاجه بايظه. تمام. فما تستناش. وهو الحكم اللي منع الشحات يحط الكوره والجول فاضي؟ مش الحكم. هتقول الحكم ادى لمحمود متولي انذار بعد الماتش ما خلص، مع ان متولي ما اتكلمش معاك وهضرب لك تعظيم سلام، بس ايه اللي ودى متولي اصلا؟ ايه اللي وداك؟ لعيب محترف وعارف ان انا عندي انذار ومهدد ان انا اخد انذار ثالث، وبالتالي مش هلعب الماتش الجاي، فرايح داخل على الحكم فاتح صدري ورايح اتكلم معاه، حتى لو رايح احوش حمدي فتحي انا مش في الخناقه دي، انا ما اروحش. وما تحطش سماعتك على الحكم. انت ما شفتش ولا كوره على الجول من بره ال 18،
انت ما عملتش اي بينيات ولا عرضيات، اللهم صل على النبي. ده حتى العرضيه اللي بيرفعها محمد هاني بتعدي الناحيه الثانيه ما بتلاقيش حد. فلا شادي حسين نافع ولا محمد الشريف شافع ولا برونو سافيو معانا ولا اي حاجه ولا اي حاجه. وانت كمان بتلاعب ميسي يا عم كولر في الدقيقه 82. انت عايزه يعمل ايه؟ انت فاكره ميسي بجد؟ انت عايزه يعمل وبيلعب فين؟ وبيلعب نازل عشان يعمل ايه؟ فلعيبه الاهلي والمنظومه الاداريه للنادي الاهلي والمنظومه الكرويه للنادي الاهلي لازم تفهم ان بالطريقه دي الدوري بيضيع للمره الثالثه. هتقول لي انت متصدر، ما انا كنت متصدر السنه اللي فاتت وفي اخر المطاف خسرت، والنقط اللي كانت بتضيع منك كانت نقط بقى تعادل مع ما اعرفش الجونه، تتعادل مش عارف مع مش عارف مين اللي طالع من الدرجه الثانيه يتعادل معاك، تتعادل مع فيوتشر، تتعادل مع فاركو. هي نفس القصه بتحصل. الزمالك بيديك هديه من ذهب بيساعدك لان لعيبه الزمالك ومديرهم الفني مش في الفورمه، مش بتوع السنه اللي فاتت واللي قبلها، ومع ذلك انت بتديله امل. امبارح الناس خرجت بعد ماتش المقاولين، يعني احنا خلاص يا جماعه الاهلي خد الدوري، فالاهلي بيجي النهارده يعمل ايه؟ لا والله ازاي يا جماعه، ده من عندي دي ما تجيش، اتفضل الدوري يا باشا بتاعك، احنا لسه في منافسه وبتاع. تمام. انا مش حاطط ايدي على الصفقات الجديده وما اقدرش احكم عليها، لا مروان عطيه ولا الراجل الجديد كريستو، انا ما شفتش حد والناس دي لسه هتاخد وقت وهتدخل. بس انت بعد عن المنطقه اللي محتاجه اصلا تدعيم، اللي عندك فيها مشكله. المثلث الهجومي للاهلي اللي بيلعب فيرود والاثنين اللي تحتيه فيهم مشاكل كتير رغم توافر اجنحه كتير في الاهلي، يعني حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو والشهداء اللي هم ايه بيروحوا يتصابوا وما يرجعوش دول. تمام. عندك ناس كتيره بتلعب في الحته دي واحمد عبد القادر طبعا، وانت مش قادر تستغل الفكره. الكوره معروفه والكوره محفوظه وبقت اللعبه دمها تقيل. ولو انت بتفكر في كاس العالم للانديه من دلوقتي فده لسه بدري قوي، انت قدامك شهر لسه وشويه على كاس العالم للانديه، انت رحت فين يعني؟ لسه بدري قوي. تمام. فالاهلي محتاج شغل كتير، شغل في اللعيبه، شغل في مستوى الصفقات، شغل في اللعيبه اللي تمشي. يعني انا شايف ان محمد شريف خد فرص، كان في لعيبه ثانيه مستحقه الفرص دي اكتر من كده، لان شريف من ساعه ازمته مع كارلوس كيروش في المنتخب ما جاش تاني اصلا، هو ما جاش خلاص، راح معانا وما جاش تاني خلاص كده، وعايش هناك لسه عايش على ذكريات الماضي والاطلال. او ربما لعنه الرقم 10 بتطارد محمد الشريف، وبالتالي محمد الشريف يعني يا يغير بقى الرقم، يا يغير المركز، يا يغير النادي، ياخد له عرف اي حته كده، يطلع له دوله عربيه كده يفنفن ويرجع، علشان يرجع تاني محمد شريف اللي الاهلي كان عارفه من سنتين. شادي حسين الله يعني اللهم صل على النبي، الراجل كان مع سيراميكا بيجيب جول من ربع الفرصه، من ربع فرصه. النهارده الجول قدامه فاضي والكره تحت رجليه والراجل ما فيش. لعب معاك 12 ماتش ولا 9 ماتشات، عد زي ما انت عايز تعد، هو جول واحد اللي جابه في ماتش الاسماعيلي في اول الدوري وخلاص على كده، مش فيش حاجه تاني. تمام. حسام حسن احنا اصلا هريناه قعد على الدكه لحد ما صدى، راح سموحه الاعاره اول امبارح ولا امبارح، هوبا جونين منهم جون صعب. الجول الاولاني ده جون صعب، الراجل ماسكه ونازل بيه تحت مصارعه حره، بس هو حط دماغه في الكوره وجاب جول فخلص نفسه. المشكله فين؟ شوف بقى المشكله دي عندك، اصابات كتيره جدا، اللعيبه بتتصاب في تمارين، حاجات غريبه بتحصل كده. انت النهارده ياسر مش هيلعب الماتش الجاي، وعندك كمان متولي مش هيلعب الماتش الجاي، فانت غالبا ماتش الزمالك هتلعب بعبد المنعم لو سليم، وجنبيه رامي ربيعه وجنبيهم محمد هاني. فالموضوع ايه يعني كان الله في العون، يعني اللي هو يعني احنا لسه بنقول لهم يا جماعه لا ازاي يعني الزمالك بيصدر لك مشاكل نفسيه وحرب نفسيه بقى لها سنتين على الجماهير، والجماهير بقت خفيفه قوي وبتروح في الحتت دي وتقع وتفضل يعني تلف حوالين نفسها ما اعرفش ليه، علشان خاطر يوقعك وانت بتروح وراه. ومع ذلك لما الزمالك بقى كرويا بيديك الفرصه انك تركب، لا ازاي والله ما يحصل، ما تجيش خالص يا عم، ده مني ليك كده، احنا حلوات، تتعادل انت ماتش تعادل انا كمان ماتش، يا حول الله يا رب. يعني الحمد لله ان الزمالك لما اتغلب من اسوان قال كسب انبي، الحمد لله، لانها كانت هتبقى ماشيه واحده بواحده. تمام. فانا عارف ان التحكيم فيه مشاكل، وعارف ان الحكم بتاع النهارده ده هو حكم غريب الاطوار اصلا، مش عارف ما اعرفش ماله، كذا كوره جوه الملعب ما بيحسبش فاولات ولا انذارات، مش هي دي تطوير التحكيم. يعني الناس كانت بتتكلم ان انت سيب الكوره في الملعب اطول وقت، انت ما بتعملش ده حتى، لان انت في الاخر لما اديت 6 دقايق وقت بدل ضايع انت لعبت منهم دقيقتين. محمود جاد اللي قلب بوفون النهارده حاجه غريبه جدا، يعني واقع 3 دقايق يتعالج، وبعدين الراجل قام ما فيش حاجه حصلت له، والحكم ما بدلوش انذار ولا زود حاجه. الكوره ملعوبه على اول ضربه ركنيه اتلعبت واترفعت، ايه راح مصفر ويلا نخلص، وهو عارف ان لعيبه الاهلي هتهجم عليه تعترض ومستعد ومتحفز، مفيش ذكاء عند اللعيبه، خلاص الماتش خلص. انك انت تروح تقف قدام الحكم وتزعق له ولا تكلمه مش هيرجعك تلعب دقيقتين، احنا مش بنحجز حاجز خماسي عند الكابتن طارق، لا يا حبيبي انت في ملعب خلص الوقت خلاص شكرا سلام عليكم، اخد بعضي وامشي. وفي بقى تشانلز تاني تتفتح مع التحكيم انت براها،
لكن اللعب على وتر التحكيم وان انا اروح بقى عشان مش عارف القلب والجرنيتا واروح اتخانق مع الحكم عشان الاهلي وما اعرفش حصل ايه وراح منين والجماهير تشوفني، فكل الكلام ده هكس ملوش اي لازمه خالص، ملوش اي لازمه تماما. انت 90 دقيقه ووقت اضافي هنا ووقت اضافي هنا مالكش وجود في الملعب، ما بتعملش حاجه. انت شكلك احسن عشان المصري رجع ورا وقال لك خلاص بقى انا مش عايز حاجه تاني، لكن انت لعيب واحد في المصري بس، الراجل اللي هو الجزائري دغموم ده بهدلك بهدلك. الكره اخطر كره في الماتش من المصري بتاعت الراجل ده، مرقص معلول ومش عارف مين كان قدام معلول وراح حاططها في عرض الشناوي. لعيب واحد، لعيب واحد. بينما انت النهارده كان في كده حاجات بتحصل في وسط الملعب مش هدخل فيها كتير، بس كان وسط ملعبك كده واسع وفاضي ومهلهل والكره الارض بتزحلق بس قلت عليك وعليه. الحكم متحيز يا عم عليك، بس انت راح والجون فاضي يا كابتن شريف. ده اول كوره في اللعبه، اول كوره اللي اتصاب فيها قفشه. انا مش عارف انت ما اتحسبتش بيلين ازاي، بس كنت تعتبره يعني يا اخي الجزيري ولا زيزو ولا اي حد، ما علينا مش مهم. الراجل الجون فاضي راح حاططها بشماله وفوق القايم ولا فوق العارضه بخمس ست يارده. ايه يا عم في ايه؟ فين السنس؟ الكره الثانيه قفشه ما تحطها جون، لا ازاي اعزم على الشحات، حطها للشحات في بطن رجل الشمال بدل ما اقفلها راح يا دوب كده رجله لمسها جت جنب القايم. ايه يا عم في ايه؟ لو اللعيبه دي مش لاقي حد يقف يقول لها لا، والدوري ده لو راح السنه دي الموضوع انتهى وخلص. لكن انتوا ادعموا 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 ادعموا، ما يعني مش عارف انا قصه ادعموا دي. اخيرا بقى دور الجماهير هو اكتر حاجه صعبانه عليا في الملعب. الجمهور اللي بيروح من اي فرقه جماهيريه بيروح يشجع، ولكن فرقه الجمهور اللي بيقعد يدعم طول الوقت ويغني طول الوقت دي انا مش فاهمها بصراحه. ده مش دور الجمهور على فكره. انا مش دوري، مش جاي اغني، مش مشغل كاسيت ورايا. انا دور الجماهير دي اسقف للعيبه، افضي اللعيبه ولا انفضها كده واعرفه انت بتلعب فين وافوقه. لكن مش هفضل طول الماتش اللعيبه بتضيع والجمهور بيغني في حته ثانيه من ثالثه شمال بقى اهلاوي انا والقصص دي. اللعيبه في الملعب مش هو ده اللي بيحفزها. انا زمان حضرتك قلنا قبل كده ان الجمهور ده كان بيدي الصواب والعقاب في الملعب وقتي. هو نفس اللعيب اللي بيتسقف له بعديها بدقيقتين لما بيضيع بيتزام عليه وبيتشتم وبيتزعقوا عليه ويصفروا وبيتعدل يجيب جول بيشيلوه فوق الارض. هو ده دور الجمهور. مش بقول بقى تعصب وشتيمه عشان محدش يفهم غلط، بس بتكلم في دور ان انا اعيش اجواء الماتش واعيش اللعيب معايا اجواء الماتش، مش انا رايح عمال اغني 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 واجي اخر 10 دقايق خلي عندك دم يا عم الدوري مش عارف ايه. معلش انا مش عارف. لكن معاكم ان الحكم فيه مشاكل، لكن برضه لعيبه الاهلي عندها مشاكل، والاداره التدريبيه مستر كولر اسقع من الثلاجه. ده الراجل واقف بره يعني فريمه بره تطبطب على اللعيبه وتشاور وتقعد تعمل كده. لا محتاجين تعنف اللعيبه دي من بره، محتاج تقف مع اللعيبه دي تشدها من بره، علشان اللعيب في مصر بيريح قوي يعني لما بيلاقي الدنيا ساعه بيكرمش كده ويقعد ويقول لك ايه طيب نديها وشلوط وشلت واي حاجه في اي حته. تمام. فلعيبه الاهلي دي اخر فرصه السنه دي، لو ما خدتش الدوري السنه دي لا جمهور هيرحمك ولا ميديا هترحمك ولا صحافه هترحمك ولا هتلاقي حد يرحمك. فاهمني؟ تقول لي الاهلي ما خسرش الدوري قبل كده، لا حصلت، خسرنا الدوري 3 سنين واربع سنين قبل كده عادي، حصلت كتير يعني، مش اول مره. بس هو لوجيك الدوري سهل وانت متصدر والباقي بيساعدك، يعني بيراميدز واقع الزمالك بيسرب فانت جاي النهارده كمان تسرب، خد لي يا عم كمان نقطتين من عندي عشان تبقى الدنيا ايه في القريب يعني. تمام. ده كان ملخص اللي انا شفته النهارده. ما كنتش بصراحه ناوي اطلع، ولكن اللي احنا شفناه ده خلى الواحد هو ايه بقى يا جماعه. وبعدين اراء الناس اللي قاعده حواليك تقول لك التحكيم التحكيم التحكيم، اصل الحكام اصل الحكام، الزمالك مش عاجبه الحكام والاهلي مش عاجبه الحكام، الزمالك بيكسب بالحكام والاهلي بيكسب بالحكام. هو انت لازم تحتويهم يا عم، هو انت لازم مش عارف تعمل ايه. وفي الاخر احنا اصلا ما عندناش حكام يعني، دول كده ناس كده انا ما اعرفش يعني هم فين ولا بيعملوا ايه، ولا شخصيه ولا شكل ولا منظر ولا لياقه ولا فكر ولا فن ولا اي حاجه ولا اي حاجه. بس ما علينا يعني عشان نمشي الدنيا بنلاعب الحكام. تمام. فما علينا يعني. فهي مش مشكله حكام، مشكله لعيبه قبل ما تكون مشكله حكام. تمام. مشكله حاجات كتيره قوي بقى. كنت غايب علشان كنت زي ما قلت كده شهر المونديال الفضيل، كنت مستمتع فما كنتش عارف اخرج من المود بتاع المونديال، وفوز ميسي بالكاس العالم والارجنتين والقصه دي كانت عامله لي نشوه كده، فكنت ايه اللي هو يعني احسن شويه. تمام. فما علينا، خلينا نقول حصل اللي حصل. الدوري لسه طويل قوي على فكره، ولسه دور تاني ولسه ماتشات كتير، فبالتالي مش عايز حد يقعد يحط الحكام باللبانه ويقعد يلف عليها عشان عيب، عشان ده مش شكل لعيبه الاهلي ولا مستوى لعيبه الاهلي ولا دي اصلا شكل كوره. احنا بس بنتفرج من حبنا
وانتمائنا شويه عشان احنا جيل قديم للدوري المصري. غير كده الواحد كان طنش من زمان. وفي حلقه كنت اعملها مسجله، احاول ان شاء الله انزلها قريب، بتتكلم عن اللي حصل في كاس العالم وتوابع كاس العالم واللي بيحصل عندنا في الدوري المصري وعلاجه ان شاء الله، بعيد عن الناس اللي بتقعد تحلل وتجيب استوديوهات وتجيب طابلوهات وتجيب سبوره والحاجات الكتيره قوي ديت. تمام، شكرا جزيلا جدا، كنت معاكم النهارده، كنت سعيد جدا. دمتم سالمين، كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير.